انت ممكن تتخيل معايا كده في كام انفلونسر في الوطن العربي؟ رقم ضخم صح؟ بس تخيل معايا بقى كده لو انت صاحب بيزنس وعايز تختار انفلونسر يعمل لك كامبين، تفتكر هل هتعرف تختاره وسط كل دول؟ لا، والاصعب هتعرف الفولورز اللي عنده دول حقيقيين ولا فيك؟ تعال اقول لك تختار ازاي. انا كحامد حافظ لما باجي اعمل ريكومنديشن لبزنس اونر عشان اجيب له انفلونسر يشتغل معاه، بيبقى دايما كده عندي توب ليست عن معظم الانفلونسرز اللي موجودين، فطول الوقت بنراقب ونقارن ونتابع وندرس بين كل الانفلونسرز ومين الكومبيتيتورز اصلا اللي ليهم في نفس الفيلد اللي احنا محتاجينه. ولما باجي اختار انفلونسر ما بختاروش عشان عدد الفولورز او الانجيجمنت اللي عنده بس، بنختاره على ماتريكس كتير جدا. بس في وسط الكيس ستادي اللي احنا بنعملها على اكتر من 2000 انفلونسر موجودين في مصر، لفت نظري اكونت حد الجروثنج بتاعه كان مرعب حرفيا، ما شاء الله عليه يعني قبل اي حاجه. والاكونت ده كان بتاع حبيبه النجار. حبيبه النجار موجوده على السوشيال ميديا بقالها 4 سنين. طول فتره ال4 سنين كانت بتشتغل على كل البلاتفورمز، بس سبيشالي الاكونت بتاع الانستجرام كان عليه تقريبا 2 مليون فولورز او اكتر، والاكونت اللي عليه 2 مليون ده اتقفل بشكل نهائي. وبدات حبيبه في اكونت جديد في خلال 9 شهور اكونت جاب 1,500,000 متابع، واقل بوست تقريبا موجود على الاكونت هتلاقي عليه 200,000 لايك. فانا صار فضولي اعرف الاكونت ده الفولورز اللي فيه حقيقيين ولا فيك، ولا كان فيه سبونسر اد، ولا ايه اللي كان بيحصل. وبعد اناليسيس كتير على الاكونت اكتشفت ان الاكونت عليه ريل اودينس بنسبه 75%، وال 75% دول بيتابعوا حبيبه وهم عندهم عدد الفولورز اقل من 500 شخص. يعني سهوله ان حبيبه تظهر عندهم في الفيد اعلى بكتير من اي حد تاني. وطبيعي جدا اكونت عليه حجم الفولورز دول كلهم لازم يبقى فيه نسبه فيك فولورز، بس هي في الحقيقه مش فيك فولورز، لان الانستجرام بيديتكت اي حد مش بينجيج على الاكونت ان هو نوت انترستد اصلا الاكونت ده، ودي النسبه اللي بتطلع في الاناليسيز از فيك فولورز، بس الاكونت ما علهوش فيك فولورز نهائي. ودي الصدمه اللي انا ما كنتش متوقعها. كان في صدمه اكبر من كده بكتير، ان الاكونت بتاع حبيبه النجار مصنف من ضمن المواقع العالميه ان البوست بتاعها يكلف $4000. ده بجد. والارقام دي مش من عندي انا بس، الارقام دي من على الانترناشونال ويب سايتس، وانا هنا بكلمكم على الانستجرام فقط. فتخيلوا معايا حجم الجروثنج اللي موجود على كل البلاتفورمز، والرقم اللي اتحول كاش قدامك ده هيبين لك قد ايه الانفلونسر ده فعلا يستحق لقب انفلونسر. وهو ده اللي احنا اتكلمنا عليه في حلقات قبل كده في الريلز، ان مش كل كونتنت كريتور يتقال عليه انفلونسر، ولا كل انفلونسر هو فعلا ريل انفلونسر. فلو انت دلوقتي صاحب بيزنس وعايز تعرف تختار الانفلونسر بتاعك اللي يخليك تحقق اعلى مبيعات، ابعت لي مسج على الدي ام وانا هعمل لك اناليسيس كامله على كل السوشيال بلاتفورم، وهخليك تشوف الارقام الحقيقيه. بس انا حامد حافظ وانا هنا عشان اساعدك.